أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما هو الضابط في تكفير معين؟ فمن مات وهو لا يصلي هل يقال إنه كافر أو أنه يهودي أو نصراني؟ الحكم بالتكفير إنما يرجع فيه إلى العلماء وإلى المحاكم الشرعية. ما كل يكفر يضلل ويبدع ويفسق كما انتشر الآن بين الشباب بين المتعالمين، وأحدث هذا في المجتمع تقاطعا وتدابرا وتهاجرا. هذه أمور الحكم بالتكفير والبدعة هذا إلى أهل العلم أهل الثقات. من رأيت عليه ملاحظة بلغ أهل العلم واسألهم هل هذا يقتضي التكفير. هذا ربما أنك ترى أنه تكفير وهو ما هو تكفير، فإذا سألت زال عنك اللبس. فأنا أنصح بعدم التسرع في هذه الأمور. التكفير له ضوابط وله شروط وانتفاء موانع، والمسلم إذا دخل في الإسلام لا يجوز الحكم عليه بالكفر إلا بعد استنفاذ الأعذار والموانع التي تمنع من تكفيره. نعم.